السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا خبر النهارده: حظ وفلوس زي المطر وسفر وثروات طائلة ستكون من نصيب اصحاب 5 ابراج فلكية. يا بختك لو انت منهم. اولهم مواليد برج الحوت، مع تراجع زحل ونبتون في برجك فهذا هو الوقت المثالي لإعادة بناء خططك طويلة المدى والتركيز على أهدافك. قد تأتيك فرص السفر والمال بشكل غير متوقع، خاصة إذا كنت تبحث عن فرص في الخارج أو في الداخل، مشاريع جديدة. مواليد برج الجوزاء، يتراجع كوكب المشتري في منزل هبوطه في برجك، لكنه يتيح لك الفرصة لاستعادة الفرص التي ظننت أنك فقدتها، وقد تجد نفسك في وضع يسمح لك بالسفر أو القيام بمشاريع ذات نتائج مالية مربحة حققتها لا تنتظرني. مواليد برج السرطان، المريخ في منزل هبوطك في برج السرطان يمكن أن يشعرك ببعض التحديات، لكنه في نفس الوقت يعطيك دافعا قويا للتغلب عليها. فاستعد لتلقي عروض السفر المتعلقة بالعمل أو الاستثمار، واستعد للتغير المالي القادم مع ذلك. مواليد برج الثور، على الرغم من أن أورانوس يتراجع في برجك، إلا أن ذلك يمنحك الفرصة لإعادة التفكير في خططك والبحث عن طرق جديدة لتحقيق الاستقرار المالي. وقد تكتشف أيضا فرص سفر مفاجئة من شأنها أن تغير مسار حياتك وتوفر لك تجارب مالية ممتازة. مواليد برج العقرب، يمنحك وجود عطارد والزهرة في برج العقرب طاقة كبيرة للتواصل والإقناع، مما سيفتح لك أبواب سفر وفرص مالية كبيرة. وستواجه تحولات قوية في علاقاتك المهنية، مما سيقودك إلى مكاسب مالية غير متوقعة. وبكده حبايبي يكون ده الفيديو بتاعي. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما ارجع لكم بفيديو اخر، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب لحظ وفلوس زي المطر وسفر وثروات طائلة ستكون من نصيب اصحاب 5 ابراج فلكية. اولهم مواليد برج الحوت، مواليد برج الجوزاء، مواليد برج السرطان، مواليد برج الثور، مواليد برج العقرب. لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس.